طلابنا الاعزاء، اهلا بيكم على الفصل الثاني تخليق البروتين والار ان اي. وتعالى ما نفتكر مع بعض ونقول انواع البروتينات. هو انت مش كنت قايل لنا ان البروتينات هستونيه وغير هستونيه؟ الثانيه دي اسمها البروتينات الصبغيه. البروتينات الصبغيه ممكن تبقى هستونيه او غير هستونيه. اما البروتينات عامه فممكن تبقى بروتينات تركيبيه او تكون بروتينات تنظيميه. ومن قبل ما نقول اي حاجه، البروتين التركيبي هو اللي بيخش في تراكيب في اجسام الكائنات الحيه. البروتين التنظيمي ده بينظم العمليات الحيويه. يبقى البروتينات كام نوع؟ يا اما تركيبيه يا اما تنظيميه. تعال لما يبدا يديني 3 امثله لبروتينات تركيبيه. قال لي الاكتين والميوسين، وعندي حاجه اسمها الكولاجين، وعندي حاجه اسمها الكيراتين. حلو قوي. الاكتين والميوسين فاكر لما كنا بنقول هي عباره الاكتين حضرتك بروتينات رفيعه، والميوسين بروتينات تخينه، ودول اللي بيخشوا في تكوين العضلات، والكونهم بيخشوا في تركيب العضلات، وبالتالي هم بروتينات تركيبيه. الكولاجين ده بيخش حضرتك في تكوين الأنسجة الضامة. الأنسجة الضامة زي مين حضرتك؟ زي العظم والغضاريف. إذا العظم في كولاجين، وكذلك الغضاريف فيها كولاجين حضرتك. تخلي بالك منها الأنسجة الضامة ديت حضرتك بيخش فيها الكولاجين. الكيراتين على فكرة يا سير، أنا قبل العيد رحت فردت شعري وفردته كيراتين. الكيراتين ده بيخش في الأنسجة الواقية، شعر، ريش، حوافر، قرون، جلد، الطبقة القرنية من الجلد، كل ده هو الكيراتين. ولأنه بيخش في تراكيب الحاجات دي حطيناه مع البروتينات التركيبية. إذا البروتينات التركيبية هي اللي بتخش في تراكيب محددة. عندي 3 بيخشوا: أكتين وميوسين عضلات، كولاجين أنسجة ضامة، عندي حضرتك كمان الكيراتين. البروتينات التنظيمية هي اللي بتخش في وتنظم العمليات الحيوية. زي ما كنا بناخد تعرف الإنزيم، يقول لك الإنزيم هو مادة بروتينية. الأجسام المضادة هي مواد بروتينيه اللي كان على شكل حرف واي. الهرمونات، قالوا الهرمونات في منها مواد بروتينيه وفي منها مواد دهنيه، ولانهم بروتينات وبينظموا حاجات في العمليات الحيويه، فما انت عارف ان الانزيمات دي بتظبط وبتعدل التفاعلات الكيميائيه. الاجسام المضاده كبروتينات بتساهم في مناعه الجسم. الهرمونات بتخلي حضرتك الانسان يستجيب مع الظروف. يعني لو واحد مثلا الكالسيوم زاد في الدم بتاعه، بيبدأ يفرز هرمون اسمه الكالسيتونين اللي بيخفض الكالسيوم حضرتك في الدم ويسحبه حضرتك على طول. ولو حضرتك نقص الكالسيوم يبدأ الباراسيرمون عشان يظبط حضرتك. لو شفت كلب حضرتك بيجري وراك على طول بيفرز هرمون اسمه هرمون الادرينالين، وده علشان ينظم ويخليك تستجيب مع الظروف. اذا لو البروتين بيخش في تركيب حاجة معينة يبقى بروتين تركيبي. لو بينظم سواء كان انزيم او سواء كان جسم مضاد او سواء كان هرمون، فدول اسمهم بروتينات حضرتك؟ البروتينات اللي هي التنظيميه. استاذ، ايه الوحده اللي بيتكون منها البروتين؟ ارجع للفصل الاولاني. يتكون البروتينات حضرتك من وحدات اسمها الاحماض الامينيه. عدد الأحماض الأمينية المعروفة هو 20 حمض أميني. فاكرينهم يا جماعة؟ 20 حمض أميني يمكن أن تتجمع بطرق متباينة لتكون مركبات لا حصر لها. يبقى عندي 20 حمض أميني. بص، الأحماض الأمينية كلها تركيبها شبه بعضها. بيبقى حضرتك في ذرة كربون ومرتبطة ب4 حاجات. اي حمض اميني هتلاقي فيه مجموعه اسمها COOH، ودي مجموعه حضرتك الكربوكسيل. القاعده الحمضيه دي COOH حضرتك اللي هي موجوده، ودي المجموعه حضرتك كمجموعه كربوكسيليه حضرتك في اي حمض اميني. اي حمض اميني هتلاقي فيه مجموعه اسمها COOH
OH. والمجموعة الحمضية دي حضرتك بتبقى مرتبطة بذرة الكربون. أي حمض أميني لازم يبقى فيه مجموعة الأمينو ال NH2 اللي هي المجموعة القاعدية دي حضرتك لازم تبقى موجودة، يبقى بيبقى فيه COOH وفي مجموعة NH2 دي في أي حمض أميني من ال20. أي حمض أميني لازم بيبقى فيه ذرة هيدروجين، ودي كده تبقى التالتة اللي بترتبط بذرة الكربون. أي حمض أميني بيبقى مع ذرة الكربون ده في R اللي هو شق الالكايل اللي هو المركب الالكان البرفيني اللي هو منزوع منه ذرة هيدروجين اللي هو الميثايل والبروبايل والبيوتايل والبنتايل واللي انتوا عارفينهم حضرتك دولت كلهم. دي حضرتك في اي حمض اميني 19 حمض اميني فيهم المجموعة R. في حمض اميني واحد اسمه الجلايسين ما عندوش R وإنما عنده بدال الآر حضرتك في ذرة هيدروجين موجودة. يبقى كل الأحماض الأمينية عندها R. 19 حمض أميني عندهم R. أما في الحمض الأميني اللي اسمه الجلايسين ما عندوش R بنشيل الR ونحط مكانها ذرة هيدروجين. يعني كده حمض الأميني اللي اسمه الجلايسين عنده 2 حضرتك اللي هم الهيدروجينتين دولت، وهنا حضرتك ما عندوش المجموعة الجانبية اللي هي اسمها R. وتخلي بالك من الكلام دوت بشكل كويس. قول لي بقى لو انا عندي حمض اميني جميل قوي وحمض اميني كمان بيتشبكوا في بعض ازاي؟ اللي بيربط الاحماض الامينيه ببعضها رابطه اسمها رابطه بيبتيديه، ودي علشان تتكون بنطلع من الاتنين دولت اقول لهم يلا يا حبيبي كده ظبطوا نفسكم كده طلعوا لنا جزيء ميه، ننزع منهم ميه، بيحصل تفاعل نازع ميه علشان حضرتك تتكون الرابطه البيبتيديه. ببساطه كده الماء هو HOH، واحد منكم يجيب لنا H والتاني يجيب لنا OH وناخدهم ننزع الميه ونشبكهم ببعض. اذا علشان حمضين امينيين يشبكوا في بعض حضرتك بتتكون رابطه بيبتيديه من خلال تفاعل بينزع الميه، وهنا اذا شلت الميه بتبدا تتكون الرابطه البيبتيديه. وده كده حضرتك بيسموه بوليمر او بيسموه ثنائي البيبتايد لانه عباره عن حمضين امينيين اهو. ده كده بقى اسمه بوليمر لانه حمض اميني وحمض اميني وحمض اميني وحمض اميني شابكين في بعض بواسطه رابطه بيبتيديه، دي بتكون حاجه اسمها عديد البيبتايد، وعديد البيبتايد ده هو عباره عن بوليمر. طب استاذ طب وده برضه عديد بيبتايد، يبقى عديد بيبتايد وعديد بيبتايد وكمان عديد بيبتايد. العديدات البيبتايد دول بيرتبطوا مع بعض بروابط هيدروجينيه كده تكون معايا مين؟ البروتين. يبقى البروتين هو عباره عن ايه؟ البروتين هو عباره عن عديد بيبتايد عديد بيبتايد عديد بيبتايد. طب وعديد البيبتايد ده عباره عن ايه؟ عباره عن حضرتك احماض امينيه مرتبطه مع بعضها بروابط اسمها الروابط البيبتيديه. يبقى تخلي بالك كده ابداها من الصغير حمض اميني، حمض اميني وشابك مع حمض اميني برابطه بيبتيديه شابك مع حمض اميني يعمل بوليمر اسمه عديد البيبتايد. عديد بيبتايد وعديد بيبتايد وعديد بيبتايد يؤدي الى تكوين البروتين. طب العديدات دي بترتبط مع بعضها ازاي؟ عن طريق روابط هيدروجينيه. بص بقى احب اعرفك ازاي الحمضين بيشبكوا في بعض. ده حمض اميني اسمه الجلايسين، مش ده الحمض. ادي ذره الكربون اهي، ذره الكربون رباعيه، وادي مجموعه اللي اسمها COOH اهي حضرتك، وادي مجموعه NH2، وادي ذره الهيدروجين، وهنا حضرتك مفيش R في ذره هيدروجين تانيه اهي. طيب الحلو التاني حمض اميني اسمه الالانين. الالانين ده حضرتك زيه الصيغه العامه، ادي ذره الكربون اهي، وادي مجموعه اللي اسمها COOH، وادي مجموعه الامينو حضرتك ال NH2، وادي ذره الهيدروجين، وادي CHC. ايه اللي بيحصل بقى؟
بنقول عاوزين يا حمض يا اميني تشبك مع الحمض الاميني التاني، اطلعوا كده بالقيامه كده اهو بجزء ميه، هننزع منكم ميه. بالنسبه لك انت يا حمض اميني يا جلايسين، قال لي بص 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 انا هضحي بالاو اتش ديت وهسحبها حضرتك. والله فيك الخير. طب وانت؟ احنا كده ناقصنا اتشايه. قال لي خلاص خذ الاتشايه ده اهي واطلع بيها كده. كده احنا نزعنا الميه. قال لي كده احنا نزعنا الميه اهو. وبالتالي طالما نزعنا الميه هنبدا لما شلنا الاو اتش دي وشلنا الاتش دي، الان ده اهي هتشبك في السي ده اهي. قال الان هتشبك في مين؟ في السي. قال لحضرتك اهو، وهيبدا يتكون حضرتك ثنائي البيبتايد اللي هو اسمه جلايسين الالانين حضرتك اللي موجود. وده لان احنا نزعنا الاو اتش هنا من هنا. خلي بالك لو عوزنا نجيب ده بقى ونشبكه مع حد، قال لي هنعمل ايه؟ قال لي يا باشا مش ده كان بيساهم هنا بالهيدروجينه؟ قال لي هنسحب من ده اهو او اتش والتاني اللي بعده هنبدا ناخد منه ذره هيدروجين ونكون الرابطه. وهكذا اللي يعوز يكون رابطه بابتدائيه بتسحب من احد الاحماض الامينيه او اتش وبتسحب من الحمض الاميني اتش، بتعمل تفاعل بينزع الميه يؤدي لتكوين رابطه بابتدائيه بين الحمض الاميني الاول والحمض الاميني الايه؟ الثاني. وده اسمه التفاعل النازع لمين؟ للميه. وده يكون الرابطه الايه؟ البابتيدية. وتخلي بالك منه. قول يا استاذ، عدد المركبات البروتينية ال20 حمض اميني ممكن نجمعهم بطرق مختلفة عشان تكون مركبات لا حصر لها. قال لي ايه اللي يخلي حمض اميني يختلف عن حمض اميني تاني؟ اقول لك بقى اللي يخلي حمض اميني يختلف عن حمض اميني، يعني ده عبارة عن بوليمر اهو، ده عديد بيبتايد. ايه اللي يخلي عديد البيبتايد ده غير ده؟ هنا في كم حضرتك من حيث العدد؟ هنا في 4 وهنا في 4، يبقى دول مش مختلفين مع بعض في العدد. طب النوع؟ قال لي هنا في حمض اميني 1، حمض اميني 2، حمض اميني 3، هنا حمض اميني 4، هنا 3 1 2 4. لا هنا برضو مش مختلفين في النوع. امال مختلفين في ايه بقى دول يا شقي؟ قال لي دول مختلفين في الترتيب. يبقى ممكن حضرتك الاختلاف بين بروتين والتاني يكون في ترتيب الاحماض. خلي بالك من الاحماض دي الامينيه اللي بتكون البوليمر. هم رغم هنا انما هنا متشابهين في العدد ومتشابهين في الايه؟ في النوع. طب بص على ده اللي يختلف ده عن ده. اقول لك حضرتك الاختلاف هنا في العدد. هنا في حضرتك 6 احماض امينيه انما هنا في 4 احماض امينيه. تاني حاجه اللي ساهم هنا الانواع 1 2 3 4 5 6. طب لو انا جبت لكم بقى واحد تاني كده اهو، قلت لك عندي حمض اميني اسمه 7 وحمض اميني اسمه 8 وحمض اميني اسمه 9 و10 و11 و12، هتلاقي ان البوليمر ده اللي هو عدد البيبتايد ده في حضرتك اهوت 6 احماض امينيه، وده برضو في 6 احماض امينيه. يبقى في العدد زي بعض، الانواع مختلفين، وبالتالي برضو الترتيبه هتبقى مختلفه، وبالتالي حضرتك اللي تختلف حضرتك الاحماض الامينيه اللي بتخش في تكوين البوليمر. عدد البوليمرات اللي بتخش حضرتك في تكوين البروتين. يعني شوف هنا حضرتك ده بوليمر وده بوليمر وده بوليمر، دي كده 3 بوليمرات، ممكن يبقوا 4 بوليمرات، ممكن يبقوا 5 بوليمرات، ممكن يبقى 6 بوليمرات. يبقى ممكن الاختلاف على مستوى الاحماض الامينيه في البوليمر اللي هو عديد البيبتايد او عدد البوليمرات اللي بتخش حضرتك في تكوين البروتين. بيبدأ في اي بروتين روابط هيدروجينيه بتبدأ تخلي حضرتك الروابط الهيدروجينيه دي، الكتاب بيقول بتكسب الجزيء شكل مميز. الروابط الهيدروجينيه دي ممكن تجمع البوليمرات دي مع بعضها حضرتك، تعملها شكل كوره، تعملها شكل معين. فدايما الروابط الهيدروجينيه دي بتخلي الحمض الاميني له شكل محدد، وده بيدي الجزيء شكله المميز عن اي بروتين تاني. يبقى واضح ان في روابط هيدروجينيه بتبدا تجمع دول، تعملهم على شكل كوره، تعملهم على شكل مستطيل،
مستطيل، تعملهم على شكل معين، وهكذا حضرتك. يبقى لماذا تختلف البروتينات عن بعضها؟ بيختلفوا في اعداد وانواع وترتيب الاحماض الامينيه التي تدخل في بناء البوليمر، او عدد البوليمرات التي تدخل، او الروابط الهيدروجينيه التي قد تكسب الجزيء شكله المميز. فاكر لما كنا بنتكلم عن ان جوه النواة بيبقى موجود حضرتك حاجة اسمها الاحماض النووية؟ قال لي الاحماض النووية اللي هي مين؟ قال لي بص يا استاذ، الاحماض النووية في حاجة اسمها الدي ان ايه، وفي حاجة اسمها الار ان ايه. دولت هم احماض نووية بيبقوا موجودين في النواة، ولذلك لان الاحماض دي بتبقى في الاغلب موجوده في النواه فبيبقى اسمها الاحماض النوويه. يبقى كلمه احماض نوويه انا قاصد بيها الدي ان ايه والار ان ايه. لو تفتكر معايا ازاي بتظهر الصفه الوراثيه، قلنا يا جماعه علشان تظهر الصفه الوراثيه لازم يتكون بروتين معين، لان الصفه عشان تظهر لازم يتكون بروتين، والبروتين ده مثلا هنتخيل ان هو عباره عن تتابع معين من الاحماض الامينيه. حمض اميني اسمه محمد، حمض اميني اسمه احمد، حمض اميني اسمه علي، حمض اميني اسمه سيد. وبالتالي حضرتك لو عاوز تظهر الصفه يا عم دي ان ايه، مطلوب منك ان انت تكون بروتين بالاحماض الامينيه دي. محمد يجي بعده احمد، يجي بعده علي، يجي بعده سيد. دي لو عاوز تظهر الصفه. طيب ايه المشكله؟ المشكله ان اسامي الاحماض الامينيه دي اللي عارفها مين؟ الدي ان ايه. وبالتالي حضرتك الاسامي دي طالما موجوده واللي عارفها الدي ان ايه. المشكله ان انت لو عوزت تكون البروتين الامكانيات مش موجوده جوه النواه. عمليه تكوين البروتين ما ينفعش تتم غير فين؟ غير في السيتوبلازم. طب والحل ايه؟ اقول لك عندي فكره حلوه. قول. مش هو الدي ان ايه اللي ما عنده حضرتك الاسامي هو اللي عارف الاسامي؟ الدي ان ايه يطلع يقول لنا الاسامي مين، واحنا نقوم جايين على طول مجمعين الاحماض الامينيه وظاهرين الصفه. الدي ان قال لك هو في دي ان ايه محترم يسيب النواه اللي كان قاعد فيها ويطلع للسيتوبلازم؟ والنعمه ما انا طالع. طب خلاص يا حبيبي ما انتش طالع، خلاص ما انتش طالع. عامه هي مشكلتك انت، مش انت اللي مطلوب منك ان انت تبقى الكلام اللي عندك تتابع نيوكليوتيدات ده هو ده اللي فيه اسامي الاحماض الامينيه. خلاص يا باشا حلها انت، ما تطلعش. طبعا مطلوب من الدي ان ايه، طب ابعت لنا حته ورقه كده، ابعت لنا حاجه فيها الاسامي. قال لك خلاص انا هكتب لكم الاسامي، بس مش الاسامي كلها، الاسامي بتاعت الصفه دي هكتبها لكم وهبعتها لكم في رساله اسمه ام ار ان ايه، اللي هو ار ان ايه الايه الرسول، اللي هو ماسنجر ار ان ايه. يبقى دي وان انا انقل لك حضرتك الرساله دي كده باسمها عمليه الايه النسخ. كلمه نسخ يا جماعه يعني تكون ار ان ايه من الدي ان ايه، دي معنى كلمه ايه نسخ. يبقى الدي ان ايه مشكورا بيبدا يسجل الاسامي بتاعت الاحماض الامينيه، محمد وبعده احمد وبعده علي وبعده سيد، يكتبها كده حضرتك على مين؟ على الماسنجر ار ان ايه، ويبدا ينسخ الاسامي دي ويبعتها حضرتك، ويجي الماسنجر ار ان ايه يطلع من النواه ويبدا حضرتك يروح للسيتوبلازم. يبقى اسامي الاحماض الامينيه مكتوبه على الماسنجر ار ان ايه. المشكله حضرتك وهم كاتبينها بيبقوا كاتبينها على شكل كودونات. على شكل ايه؟ كودونات. فالماسنجر ار ان ايه فيه كودون حضرتك يخص الحمض الاول، كودون يخص الحمض الثاني، كودون يخص الحمض الثالث، كودون يخص الحمض الرابع. وكده حضرتك طالما انت مؤقتا كده عاوز تكون 4 احماض مثلا فانت هنا حضرتك كتبنا في 4 كودونات اهم. المشكله ان الاسامي دي مكتوبه بالشفره. يا ساتر يا رب. قال لي إيه؟ طول ما الاسامي دي موجوده لازم حد يترجمها. يعني في السيتوبلازم الاسامي مش سهله كده. قال لك ما هم بيروحوا لحد اسمه الرايبو ايه سومات.
الريبوسومات ده هو اللي بيقوم بعملية الترجمة. يبقى احنا كده لازم لنا الاسامي ما احنا بعتناها، والله بعتناها في رسول اسمه ماسنجر ار ان ايه، ولازم الماسنجر ده يروح لحاجة اسمها الريبوسومات. المشكلة ان الريبوسومات دي عشان تتكون محتاجة في تكوينها حاجة اسمها ار ان ايه، اللي هو ار ان ايه الريبوسومي ده بيخش في تكوين الريبوسومات. ولذلك مسؤوليه الدي ان ايه عشان هو مرضاش يطلع على الدي ان ايه ان يقوم بتكوين ار ان ايه من اجل تكوين الريبوسومات علشان الريبوسومات تعمل عمليه الترجمه. الاسامي معانا مكتوبه على الماسنجر ار ان ايه، وعملنا الار ان ايه اللي بيخش في تكوين الريبوسومات علشان يعمل عمليه الترجمه. مين اللي باقي بقى حضرتك؟ الريبوسوم يبدا ينادي بسم الله الرحمن الرحيم. ده مين اللي بينادي؟ ده الريبوسوم هيبدا عمليه الترجمه دلوقتي. حمض امين الاولاني، الحمض الاميني اسمه محمد، لو سمحتوا هاتوا الحمض الامين اللي اسمه محمد ووقفوه لي هنا دلوقتي عشان نظهر الصفه ونبدا حضرتك تكوين البروتين. فيجي الحمض الامين اسمه محمد، بينادوا عليك. طب وايه يعني؟ ما تسيبهم بينادوا. بيقول لك بينادوا عليك. باشا انا مش عاوزهم في حاجه، هم اللي عاوزيني يجيبوا عربيه تيجي تاخدني توديني عندهم. يا محمد مش ده مش اسلوب. قال لك لا، كل حمض اميني لتي ار ان ايه يجي يشيله يوديه حضرتك. طب والعربيات دي ان شاء الله العربيات دي اسمها تي ار ان ايه، ومين ان شاء الله بقى على حساب مين اللي هيعمل العربيات دي؟ قال لك يا باشا مش انت ما قدرتش تطلع، شيلتك يا باشا. شفت عدم طلوعك؟ انت ملزم ان انت تكون تي ار ان ايه. طالما الدي ان ايه مرضاش يطلع من النواه يروح على السيتوبلازم، فاذا اراد ان يقوم بتخليق البروتين فعلى الدي ان ايه ان يقوم بتكوين ماسنجر ار ان ايه، او على الدي ان ايه ان يقوم بتخليق ار ان ايه الذي يدخل في بناء الريبوسومات من اجل ان نقوم بعمليه الترجمه، وعليها ان يقوم بتكوين التي ار ان ايه علشان يشيل الاحماض الامينيه ويوديها حضرتك وتتكون الايه عديد البيبتايد وتظهر الايه الصفه. اي ار ان ايه بيتكون من دي ان ايه بنقول ان هنا هيحصل عمليه اسمها عمليه النسخ. اسمها عمليه ايه يا باشا؟ النسخ. يبقى تخلي بالك من الكلام دوت كده. وكده احنا اتكلمنا عن ان جوه النواه في دي ان ايه وفي ار ان ايه. لما الدي ان ايه وهو في النواه وطلع الار ان ايه، بدا الار ان ايه يبص له باعجاب. انت شبهي بالظبط. قال له انا شبهك بس مش بالظبط. قال له بص، الدي ان ايه نيوكليتيدات والار ان ايه نيوكليتيدات، مش شبه، فعلا شبهه. زي ما الدي ان ايه عباره عن نيوكليتيدات، زي ما الار ان ايه عباره عن نيوكليتيدات. فقام جاي الدي ان ايه قايل للار ان ايه انت النيوكليتيد عندك كام حته؟ الدي ان ايه بيقول له انا النيوكليتيد عندي 3 حاجات: سكر خماسي، قاعده نيتروجينيه، مجموعه فوسفات. فالار ان ايه قال له والله زيك بالظبط انا برضه زيك، نيوكليتيدات وبرضه سكر مين؟ خماسي، والسكر هتلاقي معاه قاعده نيتروجينيه وهتلاقي مجموعه ايه؟ فوسفات. طب يا ار ان ايه انتوا لما بتيجوا تشبكوا في بعض، قال له طب انتوا بتعملوا ايه؟ قال له انا كدي ان ايه فان مجموعه الفوسفات اللي مرتبطه بذره الكربون رقم 5 من سكر احد النيوكليتيدات ترتبط برابطه تساهميه بذره الكربون رقم 3 من النيوكليتيد الاخر. قولها تاني. فان مجموعه الفوسفات المرتبطه بذره الكربون رقم 5 من سكر احد النيوكليتيدات ترتبط برابطه تساهميه بذره الكربون رقم 3. قال له زيك بالظبط، انت اخويا، انت حمض نووي زيي، احنا زي بعض، انت سكر وانا سكر، انت قاعده وانا قاعده، انت مجموعه فوسفات وانا مجموعه فوسفات، زي بالظبط، اخويا. قال لحضرتك وبرضه انا لما باجي بشبك زي الفوسفات اللي شابكه في 5 بتشبك في حضرتك
حضرتك في ذرة الكربون رقم 3؟ اخويا حبيبي. قال له اخويا ايه وزفت ايه؟ انت هتقارن نفسك بيا. على فكرة احنا صحيح فينا شبه من بعض بس فينا اختلافات. السكر بتاعي سكر خماسي. قال له ما انا قلت لك انا كمان سكر خماسي. قال له بس انا سكر خماسي دي اوكسي رايبوز. دي اوكسي ايه؟ ناقص C5 H10O4. انا حضرتك سكر خماسي منقوص الاكسجين، في اكسجين ناقص، يعني بالصيغه العامه C5 H10O المفروض 5، لا احنا O4. قال له تصدق ان انت زعلتني؟ وايه اللي نقصه كده؟ لا انا السكر بتاعي مظبوط، انا سكر ريبوز عادي، انما انت سكر لا ده اختلاف بيني وبينك. يبقى اول اختلاف هنا سكر خماسي صحيح وهنا سكر خماسي، بس السكر الخماسي هنا كان ناقصه ذره اكسجين، انما ده سكر ريبوز تمام التمام مش ناقصه حاجه. ولذلك دي حضرتك لما نتكلم عنها نقول عليها نيوكليوتيدا او ممكن اقول دي اوكسي رايبو نيوكليتيدا. انما الار ان ايه مفيش دي اوكسي مش منقوص، وانما اقول عليه رايبو نيوكليتيدا. يبقى وحده الدي ان ايه اسمها ممكن اقول النيوكليتيدا بيننا وبين بعض، انما علميا هي دي اوكسي رايبو نيوكليتيدا. اما وحده الار ان ايه حضرتك اسمها الرايبو نيوكليتيدا، دي منقوصه انما دي مش منقوصه. فرجني قواعدك النيتروجينيه كده يا دي ان ايه. قال ما انتوا عارفين ان انا عندي 4 قواعد. مين هم؟ حلقتين وحلقه. ايوه A و G 2 اللي هم الادينين والجوانين والصيمين والسيتوزين اللي بحلقه واحده. ماشي. وانت يا ار ان ايه؟ اخويا عندي ادينين، عندي سيتوزين، عندي جوانين، عندك صيمين، عندي يوراسيل. فرق كده انتوا مش زي بعض. يبقى انت هنا سكرك ناقص اكسجين، هنا سكرك مش ناقص اكسجين. ده 4 قواعد منهم قاعدة اسمها الصيمين، ده ما عندوش صيمين وانما عنده قاعدة بدلها اسمها اليورا سيل حضرتك، وتعمل حسابك القاعدة دي اختلاف حضرتك ما بين الاتنين. يبقى احنا كده خدنا فرقين، هنا السكر منقوص، هنا السكر مظبوط، هنا في قاعدة اسمها الصيمين، هنا قاعدة اسمها الايه؟ اليورا سيل. قول لي يا باشا. قال لي يا باشا انا لولا بمزدوج شريطين متكاملين حضرتك وانت. قال لا انا شريط واحد بس ممكن على فكره ازدوج ساعات. يعني بص حضرتك، يعني ساعات تلاقي الشريط كده ده شريط واحد ده شريط واحد ده شريط واحد ده شريط واحد بص حضرتك ده صحيح شريط واحد ولكن ساعات تلاقيهم ماسكين في بعض من هنا، وساعات تلاقيهم ماسكين في بعض من هنا، وساعات هو الشريط صحيح واحد بس ممكن تلاقيه مزدوج في بعض. اخويا لا مش اخويا، ده حضرتك شريطين، ده شريط ايه؟ واحد، وممكن يزدوج في بعض الاحيان وهنشوف الكلام ده كده. يبقى انا لغايه دلوقتي قايل لك 3 فروق. السكر هنا منقوص انما السكر هنا ريبوز. السكر هنا حضرتك اعمل حسابك ان في قاعده اسمها الصيمين، هنا في قاعده اسمها اليوراسيل. ده عباره عن شريطين بيكملوا بعض، ده عباره عن شريط واحد وممكن يزدوج في بعض الاحيان. مين فيهم اللي بيفضل قاعد في النواه؟ ما هو دي المشكله. الدي ان ايه بيتكون في النواه ويفضل قاعد في النواه وما يرضاش يسيب النواه. انما الار ان ايه بيكون صحيح في النواه ولكن ينتقل من النواه علشان يساهم في تخليق البروتين من اجل ظهور الصفه حضرتك. وده الفرق حضرتك، ان هو بيتم نسخه، لان احنا اتفقنا ان النسخ ينسخ من الدي ان ايه داخل النواه ثم ينتقل الى السيتوبلازم ليقوم بالمهمه الفظيعه وهي تكوين البروتين. مين اللي بيتم هدمه واعاده بنائه؟ فاكر الدليل الثالث في الدي ان ايه؟ الدي ان ايه يظل ثابت في الخلايا اي انه لا يتحلل. اما البروتين وجزيئات الار ان ايه فيمكن هدمها واعاده بنائها، مما ينفي عنها صفه ان تكون هي الماده الوراثيه وان كانت ماده وراثيه في بعض الفيروسات. يبقى بيتميز دي انه هو ثابت ما بيتحلل، انما ده بيمكن هدمه واعاده
البناء بتاعه. الدي ان ايه كله زي بعضه، الدي ان ايه هو نوع واحد حضرتك، وبالتالي حضرتك انما الار ان ايه في منه 3 انواع، في ماسنجر ار ان ايه اللي هو ار ان ايه الرسول اللي هو بينقل الرساله، وفي ار ان ايه اللي هو الار ان ايه الريبوسوم اللي بيخش في بناء الريبوسومات عشان تترجم، وفي عندي التي ار ان ايه اللي هو ترانسفير ار ان ايه اللي هو ار ان ايه الناقل اللي بيشيل الاحماض الامينيه يوديهم علشان حضرتك تكتمل موضوع تخليق البروتين. وهي دي القصه ولازم تبقى مفهومه. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي عن صحيح هم فيهم شبه من بعض، هم احماض نوويه فيهم شبه من بعض، بس ده لا ينكر وجود حوالي 6 اختلافات ما بينهم. تعال اما نبدا مع بعض مع الحمض ار ان ايه الرسول. وسمي بالرسول لانه يحمل رساله، يحمل رساله من الدي ان ايه وينقل الرساله من النواه الى السيتوبلازم. اي ار ان ايه يطلع من دي ان ايه بنسميها عمليه النسخ. يعني ايه عمليه نسخ؟ ان انت تكون ار ان ايه من دي ان ايه، دي اسمها عمليه النسخ. الدي ان ايه بيبقى شايل صفات كتير، قلنا خلق اهو. كل الخلايا بتاعت جسمك فيها معلومه كامله، فيها حضرتك الصفات الوراثيه كلها موجوده. هل لما بتيجي الخليه بتاع الانسولين اللي معاها كل المعلومات الوراثيه 46 كروموسوم شايلين كل الصفات، هل لما بيجي بيشغلهم كلهم ولا بيشغل صفحه واحده بتاع الانسولين؟ يا استاذ الدي ان ايه بيبقى شايل صفات كتير، شايل صفات كتير. لما بتيجي الخليه تشتغل ما بيشتغلش غير حته معينه، هي الحته دي بس اللي بتشتغل. يبقى احنا مش هنصور لما نيجي ننسخ الماسنجر ده ماسنجر بتاع صفه وده ماسنجر بتاع صفه تانيه، احنا بننسخ حته بس بتاعه الصفه اللي الخليه هتظهرها بس. يبقى دي لازم تبقى مخلي بالك منها، ان احنا مش بنظهر او لما بنيجي بنعمل نسخ للماسنجر ما بنسخش الدي ان ايه كله، ده انا بنسخ الحته بس، الصفحه بس، المنطقه الصغنطوطه اللي مسؤوله عن الصفه دي، اللي هم شويه الاحماض الامينيه بتوع الصفه ده هي بس، مش بنسخ كله. ما هيش ناقصه لخبطه، الخليه شايله صفات كتير، لا ده احنا بننسخ بس الحته اللي تظهر الصفه ديت بس. بص بقى، احب ابلغك ان عمليه حضرتك تكوين نسخ الماسنجر ار ان ايه، احب اعرفك ان اللي هيبقى مسؤول عليها انزيم اسمه انزيم البلمره. يعني زي دي ان ايه، استنى عشان ما تتلخبطش. اذا كنت حضرتك هتبني دي ان ايه فاحب اقول لك ان الانزيم اسمه بلمره الدي ان ايه. اما علشان ما تتلخبطش، الانزيم اللي هيعمل حضرتك البلمره بتاعه الار ان ايه ده، قال لي ده هنسميه انزيم بلمره الار ان ايه اللي هو الار ان ايه بوليميريز. يبقى في تضاعف الدي ان ايه كنا بنستخدم انزيم بلمره بتاع دي ان ايه، انما هنا حضرتك بنستخدم انزيم بلمره بتاع مين؟ قال لي بتاع الار ان ايه. يبقى بدايه لو عاوز تكون ماسنجر ار ان ايه فاحب اقول لحضرتك ان احنا هنستخدم انزيم اسمه انزيم بلمره الار ان ايه. واي بلمره في الدنيا نظامه واحد، لا يعمل الا في اتجاه واحد فقط، 5 شرطه 3 شرطه للشريط الجديد. شايف يا بلمره يا عسل؟ قال لي عاوز ايه؟ قال لي لما تعوز تبني، قال لي انا بشتغل في اتجاه 5 شرطه 3 شرطه. المشكله ان الماسنجر ار ان ايه شريط واحد. طب هنبني بقى من الشريط ده اهو ولا من الشريط ده اهو؟ لو عوزت تبني من ده هتبني كده، لا يعمل الا في اتجاه واحد، هو 5 كام شرطه 3 شرطه. طب لو عوزت تبني من التاني، قال لي هتبني من هنا، تبدا من هنا من 5 شرطه وفي اتجاه كام 3 شرطه. ايوه بقى انا هبني انزيم البلمره الجميل اللي انت شايفه قدامك ده هيبني من الشريط ده اهو ولا الشريط ده اهو؟ انجز. قال لي طب وانا هعرف منين؟ وهو نفسه البلمره هيعرف منين؟ ما انا ببني شريط واحد، يا هبنيه من اللي تحت يا هبنيه من اللي فوق. قال لي بيبقى هو في
حاجة اسمها المحفز. في حاجة اسمها الايه؟ المحفز. اول ما الحلو ده يلاقي تتابع نيوكليتيدات اسمه الايه؟ المحفز، على طول بيعرف ان هو هيشتغل على الشريط ده هو على طول. يبقى منين بيعرف انزيم البلمرة ان هو هيشتغل على الشريط ده هو اللي هيبني منه وما يرضاش يشتغل على الشريط التاني؟ بيعرف من المحفز. اول ما يلاقي المحفز يقول لك حبيبي حبيبي الشريط ده هو اللي انا هشتغل عليه. ايش عرفك يا بلمرة؟ ده انت شكلك عبيط. قال له ما انا عارفه، لان هما قايلين لي لما تعوز تنقي شريط من الاتنين اللي انت هتكون منه الماسنجر اطلع يا حلو جيب شوف المحفز وهاته منه. فيبدأ حضرتك المحفز اهوت حبيبي حبيبي الشريط اهوت اللي هو فيه المحفز دوت. ماشي اتفضل. المفروض بقى انت يا بلمرة تروح تمسك في المحفز بقى. ايوه، اول خطوة علشان نبدأ الناس بسم الله الرحمن الرحيم. يلا حبيبي حبيبي اطلع المحفز يرتبط انزيم بلمرة RNA اللي هو اسمه RNA بوليميريز. ايوه هترتبط بمين؟ هيرتبط بتتابع نيوكليوتيدات موجود على احد اشرطة الDNA. هذا التتابع اسمه الايه؟ المحفز. اول ما حضرتك الانزيم ارتبط بيه، طب وانت هتعرف تبني وهم شابكين في بعض؟ استنى انا هفكهم عن بعض. اول ما حضرتك بيرتبط بالتتابع اللي اسمه المحفز فينفصل شريطة DNA عن بعضهما. واعمل حسابك ان احنا هنستخدم الشريط دهوت كقالب ابني منه شريط ماسنجر RNA. واعمل حسابك انه هيبني في اتجاه 5 شرط 3 شرط. انت يا حبيبي بقى لما تيجي تبني هتعمل ايه؟ قال لي بص يا استاذ انا ببص على القالب اللي هو DNA. يعني مثلا شايف حضرتك هنا في T، انا بعرف على طول ان اللي قصادها هيبقى ايه. طب شاطر. قال لي طب دي سي انت تجيب مين؟ قال لي ما انت عارف بقى السي هجيب مين؟ جي. قلت له طب لو انت لقيت هنا سي مثلا؟ قال لي هجيب هنا على طول جي. قلت له طب لو لقيت هنا تي مثلا؟ قال لي هجيب هنا ايه. خلي بالك. طب هنا تي مثلا؟ قال لي هجيب ايه. طب هنا جبت هنا سي؟ قال لي بقوم جاي انا باعت اجيب رايبونيوكليتيدا جي. قال لي طب هنا حضرتك لقيت سي يبقى هجيب رايبونيوكليتيدا جي. طب هنا لقيت تي قال لي يبقى هجيب رايبونيوكليتيدا اسمها ايه. طب هنا حضرتك جي يبقى سي. هنا سي تبقى جي. هنا ايه؟ سكت ليه؟ هنا ايه؟ اجيب يو لان هنا مفيش حاجة اسمها رايبونيوكليتيدا اسم فيها تي. مفيش حاجة اسمها تي. الله يخليك مفيش حاجة اسمها تي. تخلي بالك من الموضوع دوت ان مفيش تي. لا حول ولا قوة الا بالله. هو ايه الفرق بين دي ودي؟ دي اسمها نيوكليتيدا وسكرها ناقص. انما الباشا ده لما بيجي بيشبك رايبونيوكليتيدا. دي حاجة ودي حاجة. دي سكرها ناقص دي سكرها مظبوط. دي ما فيهاش صيمين، دي اللي فيها صيمين. حيث يقوم حضرتك انزيم البلمرة بربط الرايبونيوكليتيدات، ما بيربطش نيوكليتيدات، بيربط رايبونيوكليتيدات واحدة تلو الأخرى، واحدة ورا التانية واحدة ورا التانية في اتجاه 5 شرطة 3 شرطة، ويبدأ يكون حضرتك الماسنجر RNA. وهي دي الفكرة. يبقى نقول يرتبط انزيم RNA بوليميريز بتتابع نيوكليتيدات موجود على احد اشرطة الDNA يسمى المحفز. طيب اول ما بيشبك انفصل الشريط الDNA عن بعضهما البعض، حيث هيعمل واحد من الشريطين كقالب لبناء شريط RNA متكامل معاه، وهيبدأ يتحرك النجم اللي اسمه الانزيم على الامتداد. واعمل حسابك ان هو بيتحرك
هيبدا يربط رايبو نيوكليتيدات، واحده تلو لا واحده تلو الاخرى حضرتك، واعمل حسابك انه اي بلمره في الدنيا بيشتغل في اتجاه واحد بس. 5 شرطه ل3 شرطه للشريط الجديد، مع العلم ان القالب بتاعه 3 شرطه 5 شرطه. اي جزيء ماسنجر ار ان ايه، كل جزيئات ماسنجر ار ان ايه لها شكل واحد، بيبقى في الاول هنا خالص في موقع اسمه موقع الارتباط بالريبوسوم. يعني المفروض ان الريبوسوم يجي يشبك بداية من هنا عشان نبدأ عملية الترجمة. بشبهها لما ابقى جايب حاجة بسوستة وابدأ قبل ما ابدأ اقوم جاي شابك كده قبل ما اسحب على طول. فهنا حضرتك في موقع اسمه موقع الارتباط بالريبوسوم بتبقى اسامي الاحماض الامينية. الحمض الاميني الاولاني بتبقى على شكل كودونات، وده اسمه كودون البدء، ده كده اول كودون حضرتك. ودايما اول كودون بيبقى كلمة كودون بيبقى 3 حروف 3 نيوكليتيدات A U G، ودولت كودون البدء. لازم حضرتك بيظهر عند هنا عند الطرف 5 شرطة هنا حضرتك، ده الطرف 5 شرطة لأنه بيبني 5 شرطة في اتجاه 3. موقع ارتباط بالريبوسوم والذي أول كودون فيه اللي هو AUG، بعد كده هتلاقي كودون تاني 3 نيوكليتيدات، كودون 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 كودون، ويفضل الأسامي شغالة 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 لغاية أما يجي لكودون اسمه كودون الوقف. كودون وقف، وده حضرتك اللي هو يو اي جي، وفي حضرتك كودونين يو اي اي ويو جي اي، فان في كودون كده بيعرفك ان الاسامي خلصت خلاص وقفناها. وعند الطرف الاخر هتلاقي ديل من عديد الاديناين، ديل ايه؟ من عديد الادينايد. عند الطرف 3 شرطه هتلاقي تقريبا الديل دوت عقبال ما اشوفكم حضرتك متكون من 200 قاعده ادينين ورا بعض عاملين ديل. اي ماسنجر ار ان اي ده الشكل العام بتاعه، بيبدا بالطرف 5 شرطه في حته كده اسمها موقع الارتباط بالريبوسوم، بيبدا الريبوسوم يشبك من هنا، وهيبدا الكودون بقى بالكودون ده اسمه كودون البدء، وتبدا كودونات 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 لغايه اما تبدا بتنتهي بكودون ايه ايقاف. في الاخر خالص بيبقى ديل 200 قاعده ادينين ورا بعض حضرتك هم اللي موجودين عند حضرتك بالشكل دوت. استاذ 200 قاعده ادينوزين، في فرق بين الاي دي والايه بتاعت الديل؟ النيوكليتيدة هنا سكر وقاعدة ومجموعة فوسفات، هنا سكر وقاعدة ومفيش مجموعة فوسفات، عامل زي ادينوسين تراي فوسفات. الادينوسين ايوه هو ده الادينوسين بقى، ما هوش فوسفات، سكر وقاعدة بس. ماشي حضرتك. كل جزيئات التي ار ان الام ار ان اي نفس القصه كده، بيختلفوا طبعا الكودونات اللي هي الاسامي بتاع الاحماض الامينيه، بس لازم تبدا بكودون بدء ولازم تنتهي بكودون ايقاف. هنا الكودونات اللي هي اسامي الاحماض. الحمض الاميني بنسجله ب3 حروف يدل على حمض ايه اميني، وهنتكلم في الموضوع ده بعد كده. قال لي اعمل حسابك العمليه بتاعه تضاعف الدي ان ايه اللي احنا خدناها قبل كده شبه عملية نسخ ماسنجر ار ان ايه، مع وجود فرق واحد. لو عندي خلية في الانسان فيها 46 كروموسوم، وبالتالي فيها 46 جزيء دي ان ايه، لو بدأنا تضاعف العملية ما تخلص غير لما يبقى عندي 46 جزء تانيين. في تضاعف الدي ان ايه لا تنتهي العملية الا بعد ايه حضرتك؟ تضاعف كل الدي ان ايه يكون اتنسخ. يبقى الفرق في تضاعف الدي ان ايه فانه حضرتك انه عندما يتم تضاعف الدي ان ايه فان العملية لا عمرها ما تقف الا لما يتم نسخ كل الدي ان ايه اللي موجود في الخليه. لو عندك 46 جزء دي ان ايه والله الكتاب كله لازم يبقى معاك منه نسخه كامله. طالما بدات تتضاعف انت في التضاعف بتعمل نسخه كامله من الكتاب كله. انما نسخ الماسنجر ار ان ايه
انا ما يلزمنيش كل ده، انا عاوز اظهر الصفة دي بس. وبالتالي حضرتك فان في نسخ الماسنجر ار ان ايه، فان اعمل حسابك ان انا هنسخ جزء مش شريطين من احد الاشرطة. يبقى هنا التضاعف هيتم، لا تنتهي عمليه التضاعف الا بعد نسخ كل الدي ان اللي في الخليه. اما حضرتك هنا فانا كل اللي بعمله ان انا باخد نسخه من ايه؟ من جزء من احد الاشرطه، مش شريطين كمان. ماشي، ده الفرق الاولاني. الفرق الثاني، في اوليات النواه احنا عندنا ماسنجر ار ان ايه وتي ار ان ايه عاوز يتنسخ وار ان ايه، بنجيب لهم انزيم واحد يقوم بيهم. عامله زي فرح والعريس على قده، بيجيبوا واحده كوافير تاخد العروسه وام العروسه واصحاب العروسه، يلا شروه واحده. ايه ده برضه اولاد النواه خليها على قدها. بتجيب ايه؟ بتجيب انزيم واحد يعمل لنا ام ار ان ايه، يعمل لنا ار ان ايه، يعمل لنا تي ار ان ايه. طب وفي حقيقيه النواه بقى؟ لا، في حقيقيه النواه الماسنجر ار ان ايه له انزيم بالمره خاص بيه، تي ار ان ايه له انزيم بالمره خاص بيه، والار ار ان ايه له انزيم بالمره خاص بيه. يبقى تخلي بالك ده فرق وده رقي في حقيقيات النواه. هنا بنجيبوا انزيم واحد، هنا بنجيب لكل واحد انزيم لوحده. الكلام ده مفهوم وقلناه كتير. انزيم البلمرة لا يعمل الا في اتجاه واحد، هو 5 شرطة 3 شرطة للشريط الجديد، واعمل حسابك ان القالب بتاعه 3 شرطة كام؟ 5 شرطة عشان نبقى متفقين مع بعض. طب وانت بتعرف منين ان انت هتبدأ بالشريط ده؟ والذي يدلني على الشريط اللي انا هنسخ منه هو توجيه مين؟ المحفز. طالما المحفز بيقول لك تعالى تعالى ما تنساش يا بلمرة انا شايفك عبيط، تعالى اهو هنبني من اهو. طب البلمرة كل اللي بيعملوا يقول لك طب فين الثلاثة بتاعكم انتوا يا اصل؟ قالوا 3، يبقى انا عشان ابدا انقصاتكم بس يبقى ايه 5 وهكذا. الوضع الصحيح عشان تبدا ترجمه الماسنجر ار ان ايه، الترجمه ان احنا نبدا نقرا الكودونات وننادي على الاحماض الامينيه، نبدا نقرا الكودونات ورا بعضها. الوضع الصحيح للترجمه هو انه حضرتك الماسنجر يبدا بحضرتك بكودون بدء اللي هو اي يو جي ويكون متجها الى اعلى، ده عشان تبدا. ولازم يكون في الاخر ديل، والديل ده متكون من عديد الادي 9 200 قاعدة ادينين. وايه فايدة الديل ده؟ الديل ده فايدته هو حضرتك ان هو بيحمي الماسنجر من التحلل بواسطة انزيمات السيتوبلازم، عشان انزيمات السيتوبلازم ما تحللش الماسنجر ار ان ايه. لازم تخلي بال حضرتك من الكلام دوت. انا عاوز شكوى جات لي من احد اولياء الامور، بتقول لي بيحبوا يتعشوا بطاطس. بعمل شوية بطاطس واحطهم في الطبق وابدا اعمل دور تاني، بيجوا ياكلوا من البطاطس اللي انا عاملاها. على ما اطلع الدور التاني بتكون البطاطس خلصت، على ما اطلع الدور التالت بيكون البطاطس اللي قبلها خلصت. فجيت زعقت معاها وقلت لها انت بتعملي كده ليه؟ قالت لها يا ماما دي حضرتك انا متعلماها من دي ان ايه في اوليات النواه. قلت لها ازاي؟ قلت لها بص يا ماما، في اوليات النواه انزيم البلمرة المسكين اللي احنا متعاقدين معاه علشان يعمل كل الار ان اللي عندهم جايبينه شروه، بيفضل يا عيني المسكين عمال يبني، شغال يبني شغال يبني. في الوقت اللي هو لسه عمال بيبني يلاقي الرايبوسوم داخل ويبدا ترجمه. يا حبيبي انا لسه ما خلصتش، يا حبيبي ده انا دوبك جهزت شويه. تلاقي حضرتك في الوقت حضرتك اللي لسه بيكون الانزيم البلمرة لسه بيجهز الار ان ايه، في اللحظات دي ممكن تلاقي ريبوسوم بادئ يترجم. يبقى احنا لسه بنكون وانت بدأت ترجمه. الكلام ده في اوليات النواه، في حقيقيات النواه لا، لازم البطاطس تجهز وناخدها كلها ما حدش يمد ايده عليها وتتنقل من المطبخ للسفرة. فاما في حقيقيات النواة فانا بكون الماسنجر ار ان ايه في النواة،
ولازم الماسنجر يطلع من النواة وبعدين يروح للريبوسوم وبعدين الريبوسوم يبدأ في عملية الترجمة. ما هوش هبل. لما جينا عيرنا اوليات النواه بالموضوع ده قلت له اعمل ايه؟ طب انتوا بتعرفوا ان هو خلص، انا بعرف منين؟ انا ببقى شغال ما ببقاش عارف. انتوا هنا لازم يعدي الغشاء النووي، وبالتالي حضرتك تخلي بالك. يبقى في اوليات النواه الانزيم البالمار بيبقى لسه شغال بيربط الريبونيوكليتيدات. ممكن تلاقي ريبوسوم بدأ في عملية الترجمة وبدأ يقرأ وبدأ يكون سلسلة عديد البيبتايد. إنما في حقيقيات نواه ما يبدأش حضرتك، لازم الأول يتكون الار ان اي وبعد كده حضرتك ينتقل من النواة إلى السيتوبلازم وبعد كده يشبك فيه الإيه؟ الريبوسوم. شدوا حيلكوا يا أبطال،